أهلا بحضراتكم. على مدار تاريخ مصر الحديث عقب على عرش مصر 18 حاكم، ما بين ملك وخديوي وسلطان ورئيس مؤقت، في فترة امتدت ل 208 سنين. كانت أطول فترة لحاكم، وكانت أقصر فترة كانت 8 أيام. أطول فترة الحاكم استمرت حوالي 43 سنة، وهي كانت فترة محمد علي مؤسس مصر الحديثة، وكانت أقصر فترة زي ما قلنا 8 أيام، ودي كانت مسجلة باسم صوفي أبو طالب. وعلى فكرة حكم مصر مش كان طرف ونعيم لصاحبه أبدا، خاصة أنه في تاريخها الحديث بداية من محمد علي اللي قيل أنه أصيب بلوثة عقلية أو جنون، وعباس حلمي الأول اللي تم اغتياله، والخديوي إسماعيل اللي اتنفى، والملك فاروق اللي تخلى عن الحكم سنة 1952، والرئيس جمال عبد الناصر اتوفى بمرض، واتقال انه اتعرض لمؤامرة وتم اغتياله بالسم. وتم اغتيال الرئيس أنور السادات سنة 81، والتخلي عن الحكم كان من نصيب حسني مبارك. بعد الفاصل هنتعرف على كل رؤساء مصر وحكامها، سواء كان ملك، خديوي، رئيس، وازاي حياتهم انتهت بحياة مأساوية أو نهاية مأساوية. بكل حكاية وكل حكم في مصر كان في حكاية ورواية كان بيدونها التاريخ. بعد الفاصل انتظرونا.